مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم خوتي الاعزاز الشعب الجزائري. مرحبا بكم. راهم طبعا قال لك واحد راهم يوجدوا في واحد العفسه يسموها الحراك يوم 8 اوت. قال لك راح يخرجوا في 8 اوت باش يديروا حراك كما راكم تشوفوا هنايا. قال لك الفرصه الوحيده لاسترجاع الجزائر من يد الخونه، موعدنا يوم 8 اوت. خوتنا الاعزاز، هذا ميساج لكل شعب الجزائري والجزائريين الاحرار. رانا في معركه حقيقيه ورانا في صراع حقيقي مع أعداء الجزائر. أعداء الجزائر أنا قلت لك ماشي فقط اللي موجودين بالخارج، بل أعداء الجزائر اللي راهم موجودين في الداخل. أعداء الجزائر الذين ينتظرون أي فرصة صغيرة فقط من أجل محاولة ضرب الجزائر واستقرار الدولة الجزائرية. طبعا راهم ينشروا في منشورات، وانتم على بالكم متابعينا الكرام شكون هما الأشخاص هذوما الذين ينشرون مثل هذه الدعوات للشعب الجزائري للخروج والتظاهر. هناك من إيطاليا طبعا البعرة والحمرة، وهناك أيضا من بريطانيا. عندكم زيطوط وعندكم سقلاب وعندكم هذوما الأشخاص والخلايا النائمة للماك طبعا اللي راهي تبحث عن الحراك يوم 8 ماي اللي راهم يقولوا هذه الهضرة هدية 8 أوت 2025. 8 أوت. انا حبيت نقول لكم فقط يعني النظام الجزائري والدولة الجزائرية يعني ما راهيش مهتمة بهذا الأمر، والدليل على أن كل فعاليات يعني كل المجتمع الجزائري راهو على باله بمن يقوم بتحريك طبعا هذه اليد المسمومة متابعينا الكرام، ومن يحاول طبعا يعني إخراج الشعب الجزائري إلى مظاهرات يوم 8 أوت وإلى ما يسمى بالحراك تحت غطاء أنهم راح يتظاهروا يعني من أجل فلسطين ومن أجل إخواننا في فلسطين. قال لي واحد في الماسنجر بعث لي ميساج، قال لي الياس راهم يوجدوا الحراك في 8 أوت، علاش ما تهضرش عليه؟ يا جماعة أنا كملت مع السياسة، اللي حاب يناضل في السياسة يتفضل. قلت لكم مرارا وتكرارا خلاص، أنا عندي قناعة بأن الشعب الجزائري خاصة منطقة القبائل والمناطق اللي موالفة أنها يعني تقود الحراك تعلم جيدا عندي ثقة فيهم. الجزائريين كلهم الجزائريين عندهم الثقة طبعا في رئيسهم، وعندهم الثقة في أبناء الجزائر، وكل شعب جزائري يعلمون بأن هؤلاء الأشخاص اللي راهم يسيروا فيكم من بريطانيا ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن جميع الدول الأجنبية على بالهم باللي راح يطيشوكم على راسكم وراح تخرجوا طبعا، وانتم اللي راح تديو يعني كما نقولوا حنايا القزول، لأنه ممنوع التظاهر. الدولة الجزائرية منعت التظاهر لعدة أسباب انتم على بالكم. حربنا اليوم ليس من أجل طبعا هؤلاء، أنا ما نخرج إلى الحراك من أجل هؤلاء ومش ما نسمعش الهضرة لهؤلاء الناس. خوفهم من 8 أوت، 8 أوت خوفهم خوتي الأعزاء، والله العظيم غير خوفهم. يهضروا من بريطانيا ويهضروا من فرنسا ويهضروا من جميع الدول الأجنبية، يقول لك نهار الجمعة نخرجوا في حراك سلمي في جميع الوطن. قال لك نطالبوا نطحاحنا يخرجوا. ايوا نخرجوا، احنا نخرجوا في الجزائر وانتم ثم تقعدوا. الخلايا النائمة تاع الماك متابعينا الكرام في الجزائر تبحث عن حراك آخر يوم 8 أوت. أنا نقول للشعب الجزائري خوتنا يوم 8 أوت، يوم 8 أوت، يوم 8 أوت كل الشعب الجزائري يقعد في المنازل تاعو يجبد التليفونات. أي كلب، نقولها لكم، أي كلب يحاول التظاهر أو وينادي بإسقاط النظام وتلك الكلام، لأنه هذا الكلب اللي راح يخرج فهو تابع لزيطوط وتابع للمازدا وتابع لي طبعا الخونة. أي كلب تشوفوه خارج برا صور بالهاتف تاعك وبعث الأمن الجزائري. طبعا يعني المخابرات والأمن الجزائري مش راح تفوتوا هذه اللقطة هذه، لكن ساهموا في حماية الوطن، لأنه حراك حمروكي سنغولي يريدون إطلاقه في الجزائر. احموا بلادكم، كونوا زعامكم ورجال. بارطاجيوا الفيديو خوتنا باش يعرف الشعب الجزائري من يقود الحراك ومن يريد تدمير الجزائر. السلام عليكم.